مبين انه مقطوش، واضح انه مقطوش، لانه انا من الناس اللي علقت انه ولو يا سامي قاعد مع بنت حلوه عم تحكي لها عن باقي المشتركين اتركهم يعني. فواضح بعدين انه بين انه متغير. هل انت بتحسي حالك لو كنت مع سامي كان احلى يعني، ولا وجود دانا هو اللي غير الوضع، ولو ما خص وجود دانا؟ لا ما دخل دانا. انا كتير بحبه وبحترمه لسامي، بس كلوفرز ما مزبط. ليش سمع صرت من كذا بنت بالفيلا عن سامي تحديدا يعني؟ لا هل الموضوع الشكل يعني؟ يعني الشباب احلى منه؟ لا بالعكس. لا متخيره سامي ما شاء الله عليه. شوف انت بس تحب شخص يعني. انا كمان يعني انا بشوف سامي انه عادي يعني انه حلو عادي يعني هيك. بس انه انت بس تحب شخص، ما انا ما بقى بنتبه على الشكل يعني. بس تحب انسان ما عاد بتحب روحه وبتحب تصرفاته وحركاته. احلى شيء يعني انت تروحي عند حدا تحبيه تقولي له والله انا ما بيهمني شكلك بعد ما حبيتك. ليكي انا بالنظري ميا انت حتى يعني يمكن برفضك او شيء كان عندك دبلوماسيه يعني. حتى لما كنت ترفضي حدا كان عندك دبلوماسيه يعني. ما كان يعني انا ما شفت بولا مره كانت ميا بطريقتها تجرح حدا او تصد حدا بطريقه دبلوماسيه في طريقه سلبيه يعني. لا عرفتي ما بجرحهم. بكره بالحلقات بتشوفني عم بتخانق مع عالم لسه طبعا ما خلصنا. حتى بالخناقه بحاول ما اجرحهم، بحاول استوعبهم اتفهمهم. مية كانوا بلش عم يحكوا على مشكله صارت الصبح ودخلت فيها انا من شانك من ضمن. صح صارت مشكله كبيره، بس ما فرجوا هذاك الشيء. وكان في ضرب على فكره، وكان في ضرب. صح كان في ضرب وكانوا عم يلوموا كيف بتحكي انه كان في ضرب. حتطلع يا ادم؟ لا مش حطلع، بس عدلها. شو في؟ عدلها لحظه. عدل. ميا بتعرفي شو قصدهم بعدلها؟ بس لقلك يعني انه شايفين ما عنا مستوى يعني. عرفت كيف عدلها؟ عرفتي يعني بس يعني مشان تفهم يعني. انا بقلك يا وانت احكي يا ميا، كوني مثل بالفيلا احكي الدغري. اوكي بس حتى نحكي المشكله. شو كانت المشكله هي يا ميا؟ كبسوا. المشكلة انه انا كبسوا. المشكلة ما كبسوا. انه كبسوا انه فضحتونا. لا عن جد. المشكلة انا كنت فوق، كان رايح الاغراض فنازلة عم بسأل عنهم العالم. ولما نزلت لتحت فكان في شخص تحت، فانا اجيت قلت له انه دير بالك على اغراضك، لانه اللي انت معاها كابلز لطشت لي نص اغراضي، فدير بالك على اغراضك. فكان في وحده ما دخلها بالموضوع يعني، واقفه بعيد، ما اجت هيك من بعيد اجت هجمت علي ودفشتني. اوف ما لها دخل يعني، مجرد دفاع عن الاخر. هلا كنا عرفنا مين، خلص عرفنا مين. فانا شو اسمه سمرة طويله. فانا جيت يعني بعد ما دفشتني هيك، فالواحد بس يندفش بيقوم. فانا هي القومه ما خلوني قوم. اجا فارس وعلي. لا مو هذيك المشكله، في مشكله اليوم. هذيك المشكله شيء ثاني. هذاك مشكله ثانيه. صار فيها لا في مشكله تبع اليوم كمان. ما حضرت الحلقه. ما مش عارف كيف مشتركين وما عم بيحضروا الحلقه يا عن جد لاحظت نحن بنحضر الحلقات اكثر منكم صرنا يا اخي. والله ما انت عم تطلعي لايفات فبده يكون عارفين العالم لوين واصله. والله ما عم لحق يعني. في مشكلة اليوم كانت عشان صباح الخير يعني. في حدا ممكن ما خالق صباح الخير وقال لطارق صباح الخير او شيء مثل هيك، وبلشت المشكله من هيك. انا رحتي قلتي لي انت ليش ما قلتي لي صباح الخير وقلتي لي طارق او شيء مثل هيك. خلص انتم ما فيكم تقولوا، بس انا ما علي فاينز في الا صفاء. انا كنت بفكر هيك يعني، متذكر هيك من الاخر قعدت تتحذر على فكره. انا اخذت انذار من وراء هذا الشيء، وكانت في ناس عم تحفرني مع الاداره، فاهم؟ عشان ما بحكي تركي. راحوا حكوا تركي مع الاداره وكانوا عم بيكبروا المشكله حتى اخذ الانذار. بس عشان تفهموا مش انا، والله مش انا. لا مش انت، اكيد مش انت. بس بعدين انا عرفت هذا الشيء. اللي كان عم بقول لك اياه يعني، وخاصه العالم اليوم بحلقه اليوم
شافوا الشيء اللي انتم كنتوا شايفتينه، انت تحديدا انت ونيفين ووجدان. العالم اليوم شافوا هالموضوع على هيدي الانسانه، يعني على قصه البكي الزايد عن اللزوم والرموش والممسحه والهيك. هلا شوف، هلا هي يعني سفر فيتي لهي اللحظه، حتى لو صار سوء تفاهم هنيك، يعني انا بالنسبه لي صفا اي لاف يو. هو سيف حر برايه، شو بده يحكي عنك، هذا متابع بيحكي عنك برايه، بدك تتقبلي. خلص اوكي، ما تتقبلي عادي يعني. انا عم بحكي هلا مش مية، مش عم بحكي مية، عم بحكي صفاء عادي فيك ما تتقبلي يعني. التسجيل لصفا رح يوصل. انا بحترم رأي سيف، وانت لازم تحترميه علشان هو المتابع، مثل انا عم يكتبوا لي صار له. لا هو منتقد للبرنامج يعني عادي، راح ينتقد اصلا، انتقدني على الدخلة يعني دغري. على فكره مية بس لقلك شغله بس والله عني، انا صديق مقرب جدا، حتتفاجئ لمين مقرب جدا، صداقه لعلي. حلو. اوكي يعني، ولكن مع مين طالع؟ مع ادم ومع فارس، وادم صديقي جدا هلا صار كمان. اوكي، فعشان تعرفي بس يعني، فما خص العلاقه الشخصيه بنقد للبرنامج. انا حكيت اخي سيف، انا علي يعني بالعالم تعرف قديش انا حب كبير لعلي. انا حكيت باللايف على فكره، حكيت باللايف انه علي في اشياء كنت ما اتقبلها عليه بداخل الفيلا، بتصرفات كتصرفات بحكي عنها ما كنت اقبلها. لما طلع الرجال برا الفيلا، الرجال كان محترم معي، كان قلبه طيب معي، ما شفت عليه اي غلط خارج الفيلا، فبحترمه على الشخصيه اللي شفتها منه خارج الفيلا. فبس ليك مية. فهي القصه مش شخصيه ابدا، ما حدا ياخذها شخصيه. انا اذا عم ننتقد شخصيه، اي شخصيه من الشخصيات، ان كانت صفاء ولا اي حدا تاني، انا مالي عليه برا البرنامج، مالي عليه شخصيا، مالي عليه هو شو بيعمل، لانه بكل بساطه انا ما بعرفهم من خلال هالشاشه. بس انت صديقتك بفهمك انا، يعني بفهم كلامك. اكيد. عرفتي كيف اختي؟ اكيد. فانا بالنسبه لي صفا كان في حدا عم بيفرق، يعني يفوت بيني وبينها طول فتره البروجرام، وانا ما كنت افهم عليها. 5 دقايق بتحبني، 5 دقايق بتكرهني، 5 دقايق بتحبني، 5 دقايق بتكرهني. فانا بس يعني هالشغله بعدين فهمتها باخر الحلقات، انه صفا يعني اجتمعنا بالصدفه بالحمام، وقالت لي انه في انسان عم كل شوي يقول لي انتبهي من مية، انتبهي من مية وهيك. انا شامم ريحه فسافيس. فسافيس؟ انت ما بدي اجيب لك العيد، بدك اجيب لك العيد بمين قصدي الفسفوس، انا بقول الاسم ما عندي مشكله، بس انت مالك حسك دبلوماسيه. انا يا جماعه انا بحترم دبلوماسيه. يا جماعه مين يعرف شو يعني لايف مسروق؟ مش عارف، دايما بيكتبوا لي انه اللايف مسروق عندي، مش عارف. لايف مسروق؟ اللايف مسروق، البث بيكون مسروق. لا بيكونوا مسجل، بس مسروق لا، مش مسروق. شو ما في شو، مش عارف، دايما بيكتبوا لي هيك. لما بتسكر انت ببين عندك بوينتس انه نزل لك هالقد كوينز معينه، ولا ما ببين عندك؟ لا بيقولوا انه مسروق، مش عارف ليش. واصلا امبارح حذفوا لي الصوره، مش عارف ليش، يعني صار جاني تنبيه من الصوره. اخي فارس عدل غير الايميل ورقم الهاتف، غير الايميل ورقم الهاتف. اذا غيروا الصوره يعني ممكن يكون في حدا غير الصوره. لا حذفت الصوره عشان ممكن بيعملوا رابورت على الاكونت، بس الصوره مش عارف شو الصوره. صورتي يعني صورتي لا صورتي بس في سيجاره. انا شالح. ممكن عشان الشالح تبعك مش مثل الشالح تبعه يمكن. لا بس في سيجاره ممكن لهيك. اوكي ممكن ممكن عشان سيجاره. ممكن يحط صوره لمده 24 ساعه، بس بعد البث ممكن نحط. اوكي ميا هات لنسالها لميا. هلا هن عم يكتبوا لي اسم، بس انا مصدومه من الاسم اللي عم يكتبوه. اي اسم؟ اللي عم يدخل بيني وبين صفا، انا مصدومه من الاسم اللي عم يكتبوه. شو الاسم يعني اللي عم يكتبوه؟ انا كنت مفكره، لا هي قالت لي لا. خلص اوكي، حطيتها. وانت حتضيعينا اكثر من هذا بعد هالصدمه رح تنبحث بحثي طول بالكم. انا والله وحياة الله كرمالها، والله العظيم كرمالها. بس اوكي فاين. لا عادي ايش اسمه، هلا فايقه لسه ما ابو سلطان. شكرا كثير، شكرا لكل الموجود. يعني عن جد جود مورنينج. انت فكرتك نحن اللي هلا فايقه. اوكي
طيب شو يا عمي السؤال؟ اهل المانيا هيك مو مثلنا. اوكي نحن على التاريخ حدا مش طلع فينا. سؤالي هو إلك، مين أول ما فتت على الفيلا من الشباب الموجودين، مين عن جد أكثر شاب لفتك؟ أكيد مش بشخصيته، بشكله، لأنه ما بتعرفي حدا بشخصيته، عشان ما تقولي لي شخصيته يعني ما بتعرفي حدا. يلي اخترتهم. اللي اخترتيهم يعني أنت كنت مقتنعة. المشكلة لما دخلت ميا قالت انا لاني موديل بختار على الستايل، وهي مش عارفه انه الستايلات اللي احنا لابسينها مش ستايلنا، في ستايلست بتلبسنا. صح. هلا موضوع الستايل الصراحة يعني أنا اللي ما بفهم كتير بالموديلات للنسوان. قالت شو هالموديلات؟ الموضوع مش هون. انا لما دخلت البرنامج حاولوا يلبسوني لون زهر، انا بحياتي كله مش لابس لون زهر، فقلت لها انا ما بلبس لون زهر، ما بحب اللون الزهر. لا بدك تلبسه، فلبست مره واثنين وثلاثه، علقوا علي على لون الزهر، حتشوفوا بالحلقات. يا عمي ليه بتلبسوا لي زهر؟ ما بدي البس. لا لازم تشوفوا. ما بعرف هلا يعني، بس انه خبريه اللبس صراحه اذا مفكرين انه عم يعملوا شيء صح، عم يعملوا شيء كتير غلط على فكره، بس عشان سمعت انا انه ما بدهم يطلعوا براندز مشان ما يبين البراندز ما دخل بالنهايه. ما دخل بالنهايه. مش انا درست ستايلست، واصلا كنت بشتغل بالالبسه فتره، فبفهم بهذا الشيء مش ما بفهم. فانا بحكي لهم انه لا لازم هيك، فهم بيحاولوا يلبسوك شيء يلفت الانتباه، شيء يكون غير طبيعي، بس مش لدرجه انه يكون زهري. ميا شو استفدت من البرنامج؟ قال لك ما اساله هالسؤال. هاي حرفيا مثل سؤال الجو حلو صح؟ لما قال شو استفدت من التجربه؟ لا شوف بصراحه استفدت. انا بصورتك انا عارف. شو استفدت؟ اوكي حلو يعني عم شوف حالي هلا بالحلقات مثلا انه يعني انا من وجهه نظري انا من عيني انا انه شو ممكن لسه ظبط بشخصيتي بطريقه كلامي، اتعامل مع العالم. ما بعرف شو يعني اكتشفت انه مو كل العالم تتعاملي معهم بنفس الليفل، لا في عالم بدك تنزلي شوي، في عالم بدك تحكي هيك، يعني ما فيك تستخدمي اسلوبك مع الكل، لا كل شخص له اسلوبه الخاص. يعني انا كنت مستخدمه مع الجميع. يسووها مره ثانيه. والله حبيت جوابها بصراحه، جوابها مقنع جدا. ما كنت انا مع الكل يعني الخناقه نفس الشيء مع الجميع، لا في انسان ما بيفهم بهي الطريقه، في انسان ما لازم يكون قاسي معه بهالحكي، يعني في يعني هيك يعني كل شخص هيك تعلمتها هيك، كل انسان له يعني شكل لازم يتعامل. طب ليكي عفويتك مع الايام زادت بالبرنامج ولا قلت؟ صرت تنتبهي اكثر على تصرفاتك؟ لا مثل ما هي ظلت مثل ما هي. لا اخر هلا انا كمشاهد شفت انه اذا بتقولوا لي بالعفويه مسروق ما فيني اسوي ولا شيء. انت يمكن بتاخذي من المراتب العليا، حتى اذا انه شخصيتك فيهم ياخذوا بقيت على القليل لهلا للحلقات اللي حاضرها بقيت هي ذاتها. انت دبلوماسيه ولكن حقانيه، يعني فهمتي؟ دبلوماسيه ولكن حقانيه، يعني الشيء اللي الغلط تقولي عليه غلط، تقول الاعور بعينك، بس ما بتقولي له اعور، بتقول له مثلا عينك مش كتير ظابطه، عرفت كيف؟ بس ما بتقولي له اعور، بس ما بتكذبي عليه، يعني بتقولي له انه للاسف بشوفوها البعض بشوفها ضعف، لا انت لازم تكون شيء، مو انت البعض. اوكي مو انت. لا انا عم بتذكر انا شي مره يعني في شخصين للامانه بعد لهلا ما انتقدتهم ولا مره معي، يعني بالانتقادات للامانه يعني، والمشاهدين بيعرفوا، بس مش عشان شيء، عشان انا يعني انا كمشاهد هذا وجهه نظر بالنهايه، يعني اكيد حتلاقي وجهات نظر تانية مختلفه عني، بس بحكي عن حالي انا، في انت وفي شاهيناز، اثنين لهلا انا بعد ولا مره انتقدتهم. انا بتقبل الانتقاد، يعني برجع بقول لك هو انتقاد مش تهجم. اوكي كان معكم علي، بس علي اليوم انا انتقدته. اوكي فهي الفكره انه اذا عم نحكي عن ميا، انا لهلا كتصرفاتي
شفتها تصرفات طبيعيه مع البنات عم تكوني طبيعيه، مع الناس لما تنجي تنسالي. يعني حبيت جوابك بكتير محلات انه لا انا مش حجاملك، لا انا رح اقول لك الحقيقه بس بطريقه حلوه، طريقه دبلوماسيه، لاني انا بنت بالنهايه. على فكره احترمت كتير شغله فيكي ميا، انت بتحترمي انوثتك عن جد، ما عم بمزح. فيها شغله هيدي يمكن ما كتير منتبهين على العالم. ليك ادم عم طلع فيه. لا يا خيي والله مش ما شفتها محترمه من لا بالعكس، لا والله انا معك بكل شيء، انت صح. الناس انك عندك واسطه بالتيك توك بس ترجع اقول لا. لا يا خي ما عندي واسطه، انا على باب الله يا خي. بس قصدك انه ما بعلي صوتي؟ تصرفاتك ما تخطط الانوثه اللي هي انه مش بس بالصوت، طريقه التصرفات، طريقه اذا حدا ضايقك، طريقه تعبيرك عن تعصيبك، بوقفتك بالمشاكل، مش وقفه هجوم انا قايمه يلا اضرب وكسر مثل بعض البنات، ولا انه لا مبالاه تماما مثلا مثل مرات، عرفتي؟ لا انت عم تكوني متوازنه ولكن تحترمي انوثه، تحترمي انه انا انثى. اكيد اكيد. هيدي كثير لقيتها، لانها برج الدلو، عم يكتبوا لي لانها برج الدلو. بتحبي برجك يا ميا؟ احيانا ايه احيانا لا. بشو بتكرهي لبرجك؟ هات لنشوف. احيانا ايه احيانا لا. بالعكس يعني حتى بهيدي كانت دبلوماسيه، لاحظت؟ فارس حتى بهيدي الشغله ايه واضح الاشي اللي بتكرهه. كيف يسموها هي؟ احيانا ايه واحيانا التردد اللي فيكي متسرعه احيانا. بتتسرع بعدين بتقول يا ريت ما عملت هذا الشيء. ايه متسرعه. بحكي عن شخصيتها مش على برجها، لاني ما بامن بالابراج. ما بتآمني بالابراج انت يا ميا؟ يعني نسبة 70%. شو متأمل؟ 70%. 70% شو النسبة؟ يعني انه يعني 65 70% كثير. مش كثير 65 لا 70%؟ 70 في 70 احلى نسبة. يعني مو 100%. النسبة الذهبية. ايوه. وكيف النسبة 70% معك بما انه 70%؟ كيفها معك؟ منيحة؟ رواق؟ يعني عم نحكي على الحلقات، شو بدي مش هلا عم بحكي بالحلقات. منيحة. راضية عن ادائها على 70%؟ منيحة لطيفة كتير حبابة ايه. عشان يعني 70% بلدية يعني ولا ما خص انه انا بلدية؟ لا ما خص والله، ما بالعكس انا كنت حابة اتعرف على شاب من بلد تاني صراحة. يعني حابة تاخذ مستورد بس ما لقيت غير محلي. ولو ما قاعدة بالمانيا بس كله مستورد. انت في سحب محلي يا بس هو بصراحة كان على طول يحتويني، يعني حتى ورا الكواليس ايه ميوش ايه كذا، يعني يهتم فيني كثير. فخلص يعني هن اكثر على فكرة، اكثر شخصين كشباب بالبرنامج كانوا اخذين دور الاحتواء كذا مرة، فارس وطارق. هن مش على فكرة مش بس لما انت جيتي من الاول كان واضح يعني فارس مثلا ما بعرف يمكن اذا كنت انت موجوده ولا لا، بس على دعاء كثير واحتواها بكثير مواقف. صح. يعني حتى دعاء يعني كانت فتره من فترات رايقه لانه فارس محتويها. يعني فارس كان يقول لا هدي لا يا عمل يعني لا، يعني بهاي النقطه ما بعتقد كل الناس من كل الجيوش بيتفقوا معي فيها على هالنقطه بالذات. يعني عرفتي كيف؟ صح. فارس وطارق كانوا كثير لطيفين معنا. مين مش لطيف طيب يا ميا؟ انا كنت اسرق له اكلات. مو لطيف. ليك عم بيخلصها، عم يظهرها، عم يعطيها مخرج. لا بالعكس، حتى لا في آدم في موقف لسه بيجي بعدين بالحلقات، كان اجى على بالي امسكه هيك وطيره على كوكب تاني من كثر ما عصبني. اوف. اكلت لك الاكلات لاني لا مو اكلت الاكلات، بس يعني مو جبرتني، بس طلبت مني وحرجتني اني اعمل شيء وانا طلعت فيه بعدين. انا جاي بالحلقات جاي مو طويل يمكن اسبوع. هلا شايف ميا كانت عم تنتبه، ما عم تقول لي بتسرب تسربيها، عم تنتبه. خلاص ما في مشكله والله بعطيك اكلاتي. لا لم طلعين عنك اشاعه انه انت بتسربي كثير؟ ايه بسرب؟ ما انا اشاعه، انا حسيتها اشاعه. لا عم بقول لك ايه بسرب. طب ما اعطيتينا ولا تسريب، شو هالقصه هيدي يعني؟ اذا هيك خراب خلينا نستفيد منه.
هلا ما فيني استرب، هلا العيون علي، هلا ما بقدر باخذهم غدر بالتسريب. امتى ما بيكون العيون عليك مشان نيجي نحضر؟ لا باخذهم بكره بتشوف بنزلوا لي فيديوهات كثير وانا عم سرب. اوكي، ما فينا ننال شرف انك تشربي مباشر يعني. طب شو بدك تسالني لشوف؟ اوكي بسألك، وعد بتسربي؟ باسلوبي. اوكي بس مهم تجاوبي، ما عندي مشكلة. يلا فوت. اللي باسلوبك. فارس مين ربح البرنامج؟ بعد خلي مين ربح البرنامج؟ يلا رجع فارس، رجع مشان هي كبيرة، هيدي فيها كتير هيدي. اللي ربح بالبروجرام باسلوبك. قبل كتير حلوين. اوكي سمعت الفيلا على حبهم. اوكي وبس لطيفين يعني. هلا هيدي يعني انا يعني مثلا انا مجتمع على حب ادم وجدان مثلا. ايه بس انت مو الفيلا. انا عم اقول الفيلا. يعني اخواتي باي سبستيوشن اللي يعني بحب ما يعني حدا محايد. هلا تعال نجي تحليليا، شوفي كيف سيف بحلل. اخي سيف حللها واحنا مش موجودين عشان ما اكيد انا فارس ما كان محايد، ما كان كل الفيلا بنجتمع على هذا. ادم نفس الشيء. اوكي ادم مع مين كابل؟ مع وجدان، يعني كمان لا ادم ولا وجدان. طيب علي كمان مش كل الفيلا، وحكما لانه شاهناز معي يعني مش علي وشاهناز. اوكي طيب وصلنا عند نيكولا مشان ما نجيب لميا العيد. اوكي بركي عندها صداقات يعني. اوكي هي يا اخي سيف اذا بدك تحللها بهي الطريقه ما كان في حدا محايد بالفيلا، ما كان ابدا، ما كان في اي حدا محايد. بلا في. لا ما كان في. مين؟ هلا في شاب محايد بس ما في بنت محايد. مين؟ فؤاد. احكي اسمه عادي. لا فؤاد ما كان محايد. لانه جديد محايد، بس بالفترات اللي جايه حتشوف مش محايد. والله؟ لانه جديد بعد فؤاد. شوف اي حدا جديد بيكون محايد. لانه انت مش عارف لوين تنتمي يعني. يعني بقى اي حزب بيسحبك لعنده اول هو اللي يعني الكابل اللي ربح ما كان باي حزب. هيك قصدك تقولي؟ بعدين بتبطل الاحزاب بالاخير. عن جد والله حلو كثير هيك. ميا يلعن ابليسك يا ميا. شو حكينا؟ بطل الاحزاب. اعطينا السيناريو. ايه طيب ليكي سؤال ميا. شكرا يا فيك تعطي جنسية؟ اسمعوا هدول الاثنين بعدوهم عن بعض، هدول بيخربوا الدنيا. زين شكرا. هدول الاثنين ميا مهمة ميا ميا وسيف بعدوهم عن بعض. مهمة ميا عن جد. لا ما فيني اقول جنسية. ما فيك تقولي جنسية. بقول لك جنسية اذا معك $100,000. الله يعيننا نحن لو معنا $100,000 بنفتح لايفات. هذاك النهار دانا طالع معي بتحكي انه ابعثوا لي اسد بحكي لكم مين اللي ربح. انت بكون مكان المخرج فوت هيك تجاره ببعث $300 باخذ بالمقابل $100,000. ميا قديش بدك تقولي، قديش بدك لتقولي يعني انه قد ايه يبعثوا لك الناس؟ اللي شو والحسب. نيم يور نمبر. الجنسية بس الجنسية. لا جنسية ما في صعب. شو في شيء سهل يعني ممكن العالم يقدروا يتقبلوه؟ يعني بيعة مثلا. يعني لا يعني يعني سؤال مين ربح يعني ما بيطعمي خبز يعني شو بدك تعرف. أحداث أقوى يعني. أعطيها براس مالها يا أمير، براس مالها. معلش ما بدنا نربح من سيف. $100,000. لا انت عم تقولي $100,000 اذا بدك تسمي الكل. يعني انا قلت لك جنسيه يعني معلومه هي هنت. طب شو فيك تعطينا هنت؟ طب ما يعطوك هن ليش اسمه انا احكي لكم. لا لحظه شوي، انت قلت لحظه هن ما قالوا يا سيف سالنا لنجاوبك. انت قلتي لي بجاوبك على اي سؤال. هو لا. ولا مره ادم بحياته قال لي بجاوبك على اي سؤال. لا اصلا اذا جاوبني ادم عن سؤال كثير منيح يعني. انا بقول له كيفك بفكر اذا برد علي اذا منيح ولا لا يعني. طيب مو انت صاحب التسريبات العظيمه والقويه؟ بلا اكيد مو ناطرني اني انا جاوب. خلص ما عندك معلومات صح؟ بس ادم قال لي انه
قلت لها ادم قال لي انه نوع من التسريبات اللي انت بتعرفها مش مزبوطه. هذا عشان اتوهك، ممكن تكون مزبوطه. شايف رضا بده قال ايه حبيت في سؤال حدا سالني اياه قال البنت اللي ربحت بيضة ولا سمرة؟ هيدي سهله. قال بتعرف شو حتجاوبني ميا؟ لا بيضة ولا سمرة. فنطير. حتجاوبني هيك بحس صح؟ ها بالضبط عرفته؟ مش الحال هلا انتيه تمام؟ طيب انا خليني يعني انا انتوا كان عندكم شك بالموضوع. تفضلي. ممكن انك تشارك بسيزون 3؟ لا مع انه انعرض علي. شو اسبابك؟ لاني عندي حبيبه. خذها 34,000 دولار. لا ما بمثل على العالم بهالشغله لا يعني اوكي بننتقد نحن. انا مبسوط يعني سيف كون اذكى من هيك فكر انه كلامها هذا بيعني شيء، اعطيها المكان. عرفت؟ شو يعطيني المكان؟ لا والله مو هيك قصدي. طيب لا بهالشغلات ما حنعمل بصير. إثارة. ادم اذا قلت لك انا بتشترك ببرنامج حب يا جماعه انا راح انزل. انا سيف مية ادم حبيبي يا فارس. فارس لا. راح نام. متى تنوم والله متى تنوم؟ طيب ماشي. يلا كمان جوله. يلا نجاوب. فكرته كمان حنام. اوكي اطلع كمان جوله. اوكي والله فارس عن جد قلبه كبير. انا هلا فقت والله. لا فارس انا بعرف انت لكمل لك انا راحت الجوله. انا كمان ساعه عامل كانسر عاد ارسل لك مره ثانيه. استنى شوي قبل. فارس منافق، اكبر منافق في تاريخ البشريه وانا يا جماعه بالنسبه لاخوي. والله انت كمان. انا عم بيقولوا لي شغلات ثانيه. انا عم بيقولوا لي حلو النفاق حلو. انا عم بيقولوا لي سجاد. ما هي الحياه بالمغلوب. عم بيقولوا لي سجاد. المنافق بيردوه الصح والصح بيردوه منافق دايما هيك. عم بيقولوا لي سجاده. ما حضرت الحلقه. شو قصدهم؟ بالحلقه اليوم في حدا قال سجاد مبلا. سجاده عنا مبلا عن شيء اللي لبسته. في حدا قال سجاد. انت جلدتي حدا اليوم انت. انا جلدت حدا. هي جلدت حدا هي اليوم. جلدتهم كلهم. جلدتهم كلهم. انا ما جلد. انا قلت معالم قليله ادب ما بتناقش. يمكن ذكيه. خلص ننهي لها اياها. خلص يمكن ذكيه. خلاص هي ذكيه. شو رايكم في الاسم اللي عطوه لإلي اليوم؟ شو عطوا الاسم؟ فارس او فارسه او فريسه مش عارف. شو قصة يعني انا فكرت انه بالمغرب هيك بتنقال. سيب المشكل. لا هو المشكل هم عندهم. والله انه مرقت علي. عنده مشكل هي. والله انه مرقت علي. صح عنده مشكل يا سيف حتى في الثقافه. يعني مؤنث فارس هي الفارسه مو فريسه. يعني شو هذا؟ يا الله يا مستوى المنتقدين عارفين. يا الله انا بدي بس هم قالوا فريسه. يا والله. طارق حكى عنها. حكى شغله ايش كانت؟ لحظه اتذكرها. حكى انه حكى بشيء بلايف. بس حلو يعني اهم شيء دائما اسم ملكي. والله احلى شيء. يعني سواء فارس او فارسه هو اسم ملكي يعني مو اسم جواري. حكى شيء قشره او شقره او ما بعرف هيك شيء. هجموا على الجمهور بطريقه غريبه. بس كان بيحكي شيء ثاني. كان بيعني شيء ثاني مش متذكر. حكى لي اياه هو هذاك النهار. اوكي. لا الثقافات بيعمل كثير مشاكل. علي قال انت سجاده. انا سجاده ليش يعني؟ شو التشبيه هذا؟ مش انت سجاده. تذكرت. هو حكى عنك انه انت مفكره حالك انجلينا جولي بس انت بتشبهي اخوه سجاد. مش سجاد. كيف اخذوها العرب؟ سجاد اسم. هلا انا سمعتها سجاده صراحه. سمعتها سجاده انا. سجاد اخوه اسمه سجاد. ميا شو رايك تحضر الحلقه وتريح الكل وتريحي حالك وتريحي البشريه؟ لا مية المشكل مو منهم يا اخي. اخذوا في خاطرهم من حلقات امبارح وقبل امبارح. فاهم؟
انا ما انا ومية جلدناهم كثير، يعني مية راحت ل فاهم. لهيك يعني من حقهم انهم يردوا علينا باسامي يعني عادي. ترى عادي. مية مسالمة على فكرة، والله هسه مسالمة مع الكل، والله مسالمة والله. يعني عندها صداقة مع اثنين، يعني ما شفتها شي مرة طلعت هاجمت حدا. ما في لا حدا بس شوفوا حتى تشوفوا الفرق، بس دقيقة بقى سيف، شوفوا الفرق بين الأحزاب. حزبنا بس واحد فينا بيجلد حزب كامل، وهم لازم يجتمعوا كل الحزب حتى يجلدوا واحد فينا. مية كوين. فاهمة؟ شفت الفرق؟ احنا بس واحد من حزبنا يجلدهم كلهم، وهم كل الحزب حتى يجلدوا بس واحد. طب وهل كل أعضاء الحزب حلوة هذيك الأعضاء الحزب كل أعضاء الحزب الثاني شو بدي أعملها؟ عم رد عليه طيب بنفس الأجر، شو من هذا؟ هل كل أعضاء الحزب الثاني أنت بعد بينك وبينهم إنه ما في تواصل، ولا في حدا صار في تواصل بيناتكم؟ لا صار في بس تقارب شاهيناز الوحيدة. بس مؤخرا صارت هذا الشيء. اوكي هاي مؤخرا صح، لانه هيدا شو على فكره هيدا الوحيدة سؤال كثير انسالته كثير انسالته. صح الوحيدة شاهيناز سألته. الوحيد. اوكي طب ليك فارس، ما انه شاهيناز انت كنت عن جد معجب بشاهيناز؟ لا والله يعني لو طلعت قصه علي وشاهيناز حقيقيه وتركوا بالبرنامج وقتها عملوا المقلب، كنت انت جربت الابروتش؟ اصلا خبرتهم لا اصلا خبرتهم في هذاك اليوم. مشكلة انه ما بيفرجوا كل اللقطات كاملة. ما بيفرجوا اللقطات كاملة، المشكلة في الحلقات. طب شو السبب انه زكية ونيكولا انه انت يعني زكية كل الوقت بتحكي ايه، بس لا والله ما قلت لهم. الشيء الوحيد اللي ما قلت لهم يعني كيف هي البنت لسه تاركة هلا. اوكي البنت لسه تاركة هلا، بدهم يعني دغري يروح معها في علاقة، وانا ما في يعني يعني وشاهيناز والله اصدقاء كثير رفقة مع بعض، فاهم؟ كنت دايما بحكي انا وياها ورا الكاميرا، وكنت دايما بنصحها، بس يعني انه فكر في علاقة معها لا فاهم؟ ليك هلا انا للصراحة كمشاهد في لقطات ايه كان بين اعجابك فيها، ولكن مش هالاعجاب اللي يقال عليه انه صح بس انا هذا شفته بصراحه بقول لك اياه. ممكن في اول حلقه يعني دخول شاهيناز كان مبهر يعني ما شاء الله، فاهم؟ بس يعني والله جد خليني نوضح كل شيء. والله بعيدا عن الناس بترفع لك القبعه على الذكاء اللي عندك اياه، اللي بتخلي الانسان قدامك يسحب يعطيك فيه الكلام اللي بدك. انا ما بعرف شيء اخي، انا عندي اسئله محقق على فكره. بدي احقق مع ميا، بس انا شي يوم هيك لحالنا انا وميا. لا حكيت كل شيء يعني اعجاب تبع علاقه ولا لا، ما كنت فكر في علاقه معها والله. لك بصراحه يعني فكره انه كل حدا صار بده يقول للتاني انه يوجه له انه انا وراي ناس، كل حدا صار بده يعمل انا هيك شفت بالفيلا، كل حدا صار وصل انه انا بدي اعمل راس وفي وراي ناس، انا بدي اعمل راس وفي وراي ناس. عرفت؟ هيدي فكره عن جد، يعني هيدي عن جد فكره احزاب وسياسه، يعني عم تشتغلوا سياسه، انتم ما عم تشتغلوا حب كنتوا. والله هي فكره سياسه. صارت احزاب صح صارت احزاب، يعني ما كنا لو ما نصير حزب يعني كانوا راح يلكونا هلك يا سيف. يعني انت شفت يعني اكثر شو صار من اول حلقات، يعني احنا هلا رح نبلش نطلع هاد وانت رح تطلع يعني صار تصويت وما تصويت، صار تهديد علينا مين مفوت مين وما بعرف شو هيك، واحنا نايمين يعني عارف على قولة مليكة والله انا وادم وجماعه ووجدان كنا قاعدين ما في بالنا بهذا الشيء يعني. واصلا حتى لما كانوا عم يخبرونا انه صاروا احزاب كنا شو يعني احزاب يعني وكيف احزاب يعني احنا كنا هي فكره الاحزاب ليك والله كثير ثقيله بهيك برنامج انه ليش. بس بعدين لما شفت التصرف انه صار تهديد على ناس وانه بدهم يطلعوا ناس وبدهم يقلوا من قيمه انسان ويحتقروا انسان، لا مو هون يا جماعه، ما في حلقه ضعيفه هون، واي انسان راح تظنوه انه ضعيف راح يصير اقوى منكم. انا هذا الشيء اللي كان في راسي. وعليك اكثر انا كنت مطلوب في الحزب الثاني وانت شفت هذا الشيء، بس لا ما رحت فيه. صح
صح. فاهم؟ على فكرة وكان واضح هيدي هلا انا استنتجتها، انا ما شفت انه والله مشاهد واضحة، بس كلام زكية كان دائما انه ايه ما فارس اول ما فات قال انه انا الايدل تبعه انا الايدل تبعه انا الايدل تبعه. سيف يعني انت انت قلت لها اياها على فكرة. اوكي، انت ممكن تروح على محل يعجبك مثلا شيء قمصان حلو او شيء مثل هيك، بس هذاك القمصان هو صح عجبك بس ما في القياس تبعك، فاهم؟ انت بتاخذه؟ لا 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 لا، لانه انت قلت لها اياها، انت قلت لها اياها يعني ليك انت ما مش انه والله نكرت، قلت لها لا انا بيعجبني شكلك. ايه خبرتها بس شخصيتك ما بتعجبني. مستحيل. يعني خلص نقطة انتهت. هذا الشيء اللي حكيته حتى في الحلقات يعني. شو رايك هات بس فارس شو رايك بشخصية ادم؟ شخصية ادم البرنامج مش هيدا، خلي ادم يحكي شوي، خليه قاعد ساكت. يا اخي والله يعني كلمة اخ وشوية فيه والله يا سيف والله يعني من اكثر الناس القريبين عليه ادم، حتى تختي وتخته قريبين لبعض يعني. لا 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 يروح مستحيل. لا اصلا انا تفكير ذكوري كثير انا وادم. هو الشاب في العسكريه على فكره، خليني اوضح لك، هو الشاب في العسكريه ما عنده وانا من حومه شعبيه من حي شعبي، فاهم؟ ما عالم العسكريه. لا بس بالعسكريه يمكن ياخدوها العالم كمان انه عنده اكسبيرينس يعني، عرفت كيف؟ ايه يعني شو كمان فارس. لا جد انه انا ما بصير فعال عسكري. الله يلعن ابليسك يا فارس، الله يلعن ابليسك يا والله يا اخي عطلي بدي ارد علينا هلا شواد لا اخواتي بس لانه فارس يا جماعه، فارس والله من الناس القريبه كثير لقلبي، من الشباب اللي بتفاهم انا وياه بالعقليات بالافكار بمعتقداتنا، بنشبه بعض كثير، فعشان هيك كنا نحس انه بالفعل انه بنشبه بعض فيكون مع بعض باغلب الاشياء كثير. حتى علاقاتنا ما عندنا فكره انه شاب يعني، حتى نخليكم برا المواضيع يعني، ما عندنا فكره انه شاب وشاب يكونوا في مواضيع مثل يعني شاب احنا اخوه، فاهم؟ اريحكم من الموضوع. لا سمح الله في يوم من الايام، لا سمح الله بحكي، في يوم من الايام بيكون ابني من هذا النوع مستعد اقتله لابني، تمام؟ لهي الدرجه. يلا شكلها هي بتأيد، شكلها هي بتأيد هيدا الشيء يعني. قلت لك اوف كثير زعلت. لا بأيد لكن يا جماعه لكن بأيد القتل. اسكر الموضوع مية هون على موضوع على سيف. راح تجيب العيد هلا، راح يسكرونا البث يا ادم، راح يسكرونا البث يا ما قصده هيك، هو قصده انه بيتبرى منه هيك. لا قصدي الكلمه قلبا وقالبا. اوكي خلص قصده هيك. يلا تفاجئ جاي اعمل الرياكشن. يلا اوكي مش الحل، انا عم جرب ظبط لك اياها اصطفل يا اخي، بس حاسس 100 على فكره 100، ولو ما قصدتها ما حكيتها 100. نعم يا فارس. مش عارف، انا حسيت من 100 من امس كانت عندها اجابه 100 من هذا الموضوع، انه انا كنت معجب بالبنات، عارف؟ فاهم يعني كل الناس انه بيحكوا لي انه فارس معجب في كل البنات واشياء مثل هيك، فاهم يعني شيء حلو انه عاجب بالبنات، بس 100 حكت كلمه يعني على الاقل فارس معجب بالبنات، وكانه في شيء ثاني، فاهم؟ وكانه 100 شايفه شيء بريئه يا بيه، والله ما شفت حاجه، ما بعرف شيء. ميا شو شفتي يا ميا؟ حبيبي انا ما شفت شيء، انا والله العظيم ما شفت شيء. وشو سمعتي طيب؟ ميا ما حدا سامعنا، ما حدا شايفنا، احكي. سمعتي؟ ما شفت سمعتي؟ احكي عن شايفين يا جماعه. بدي اشوف انا شو اخذني عند الشباب لفوق، ما بيوصل الصوت لتحت قصدي، انا قلت لك سمعتي او الحمد لله اللي انا كنت انام تحت على الكنبه، ما كنت انام فوق، الحمد لله. الله غيروا لي هالسيرة، دعيتوا لنفسي. ما بعدك من شوي عم تقولي انه كيف بدك هيك تتخلص من ابنك، يعني حسيناك انه بتأيدي انا ما بشجع، عم بيقول قتل، بدك تقتل، ما تحكي قتل، قولي عنف، قولي انا ما قلت، رجعت قالتها، انا ما قلتها. ما بصير
بتشوف شو مشكلته والله سيف راح ياخذنا على حاول اعالجه بكل الطرق بس ما يكون في طريقه. يعني هلا خلينا في قسم ونصيب يا جماعه. خلينا بس ما نصيب. اسمي مية بتزعل دغري يا زلمه والله عم نتحدث. بس هذا موضوع كتير نقاشه طويل صح. ومكثف وعميق وانا ما رح فوت فيه هلا. اوكي يعني ما سمعت اصوات هيك قصدك تقولي لنا؟ اصوات شو يعني وين وكيف؟ اوكي كان سايلنت يعني. اوكي شو اسمه تتذكروا وقت كنا المسا نصور وتطلع الريحة؟ اوف آدم في روايح كمان. هلا صار في حاسه ثالثه ريحة شو اسمه كنا نشوف ونسمع هلا صار في شم. لا والله الموسم كارثي والله كارثي. على فكره يا سيف كان في حد ما بعرف شو حتى سرقه اغراض عند البنات. بالفعل بالفيلا سرقه اغراض انه واحد عند البنات. كنا بنفضل يعني شيء ساعه او ساعتين نفتش على هواتف او اغراض يعني ما كانت تختفي. بالفعل والله شكرا. يعني لما عصبت ميا اول ما اجت على المشكله اللي عملتها يعني كنت يعني مش ما لقيت الاغراض رجعتي صح؟ فارس تخطى شوي شو بدي اتخطى؟ بالنسبه للناس انا اقول فارس تخطى شوي شو بدي اتخطى؟ مش عم بحكي شيء. هاي رجعوا لي اياهم من لقيتهم بس رجعوا لي اياهم مو شو بدي بمحلهم. اتخطى؟ حطوا لي اياهم تحت مخدتي تحت المخده حطوهم. اوكي يعني ماخذين ومرجعين. هذا تصريح قوي ان شاء الله تكوني صرحتي وقتها. طبعا فرجيت الاداره. طبعا فرجيت برافو عليك. الاداره. لا ما قصدي الاداره شفنا الاداره العالم قصدي وقت الحلقه طلعتي قلتي هيدي الجمله ولا اول مره بتقوليها؟ والله لا اول مره بقولها. ما خلص انا سكرت الموضوع ما فهمت شو يعني. اعطوني تبرير راح اجاوبكم تخطى شو راح اقول لكم اذا تخطيت ولا ما تخطيت. يا جماعه اكتبوا لي تخطى شو. كلام سامي صح. كلنا سمعنا على فكره انا وسامي سامعين في الموضوع وما شفنا. ما فيني احكي على شيء ما شفته يا جماعه. يعني ما فيني اكد لكم شيء انا شفته ولا ما شفت. يعني اذا شفت بخبر بس اذا ما شفت كيف عم بحكي على شيء انا ما شفت. لقيت اغراض كثير منيح معناها بلا قايله طلعتي قايله. ما انا كمان كتبوا لي انه قالت يعني منيح. شو اسمه بتقولي كل شيء يا ميا. عادي بس بنسى مشكلتي. لا عادي برد على كل الناس. هو ليك احلى شيء انه الواحد يقول الشيء وينسى. احلى شيء يعني هي نعمه. شو كان والله نعمه هيدي. لا والله ايه ناقصين الحلقات. صح انت لاحظت انه في حلقات يعني في مقاطع ناقصه؟ لاحظت الحمد لله. انا الاكشن تبعي كله مش حاطينه الحمد لله. بمرة تعالوا احكي لكم بما انه مش حاطين في لقطه مش حاطينها تعالوا اضحككم انا. احكي عنه انا حقول لك ما تحكي مثلا. اكيد احكي اكيد. طيب. لا يعني بدي تشجيع منكم عشان احكي الموضوع. جماهير باي نادي بتلعب يلا. طيب بالنسبه للناس اللي عم تقول تخطى فهمت. لا موضوع السرقه مو هذاك المشترك. ما نعرف مين المشترك حتى من كذا بلا بعض. يعني موضوع السرقه بالنسبه لموضوع السرقه ما بنعرف مين المشترك. انا عن نفسي ما بعرف المشترك اللي كان عم بيسرق او شيء مثل هيك. اوكي يعني مش عم بتهم حدا اذا ذكرت الموضوع. تفضل ادم المايك يلا يا ادم. عم نسمع فارس لا عم بيرد على الكومنت فارس عادي يعني. لا بس مبرر عم برد على الكومنت اكيد عشان هم انا لما حكيت هيك فكروا انه عم بتهم مشترك تاني فاهمين. بس انا لا والله حكيت بس لا عشان نوضح فكره يعني ما كنا عارفين مين المشترك. لا عشان نوضح الفكره قدام الناس عشان فعلا ما نستغبي الناس نكون حقيقيين معهم. فعلا الموضوع هذا كان يصير بالفيلا بس اللي بيستر على الانسان بالدنيا ربنا بيستر عليه في الاخره. فخلص استروا على الموضوع وما صار. خلينا تمام. الستر اكبر نعمه. اذا ربنا ستره خلينا احنا نستره كمان. صح بركاتك. اوكي يلا احكي لنا. ادعي لك. سيف تحس الشيطان اللي جالس بيناتنا. عارف ابليس اللي بوسوس لك. سوي سيف والله لا بده لا ستره ولا بده ولا شيء. يعني بده اياك تحكي كل شيء. يعني اذا لازم تدخل جهنم عم نتحدث نحن والله مش العالم تذكرت جهنم تاخذها بس تطلع معاه.
والله العظيم بس مشان العالم يعني، بس نتسلى يعني، بس ماشي يعني. احكي لنا سيرة يا آدم. سيرة. اي سيره؟ مو كان بدك تحكي لنا شيء انه وقت عصبت؟ ما حكى لك سيف شغله انت نسيتيها، اكبر نعمه انك تحكي شيء وتنسيه، وانا نسيت شو كنت بدي احكي. خلص يا سيف، خف على هالشعب شوي. والله غريبين 100 وادم ليش ما عم تتابع الحلقات؟ لازم تتابع الحلقات عن جد والله يعني مش مزبوط ولو شو مسار والله انا بتابع بس اليوم ما لحقت. ميا على فكره لما بتتابع الحلقه هو انت عيد يعني، انت تجيبي عيد. ليه؟ لانه بتصيري تعرفي شو تحكي شو ما تحكي. والله ما بتعمل عشانك. بعرف ان شاء الله بكره هلا بحضرها بعد شوي. بكره ما تحضريها، خليني افوت على الكومنت عندك واسالك شي سؤال هيك بركي بتسربي لنا. ليش عندي بكره بلا ما رح احضر. قطعوا الانترنت عليها لا ميا. قول يا جماعه في عيد عشان هيك ما ححكي. صدق ما خلص ليك انا اخر جوله معك. انا والله كنت حاحكي الموقف، بس تذكرتك انه لا في عيد خاص كنت ننضم. مع ادم لقول لك شغله، ما كل العالم صارت عارفه والتسريبات مليانه الدنيا. عارف يعني. لما تجي بدك تسوي غلط وابليس يقول لك شوف كل الناس بتغلط، اصلا كل الناس بتسوي اغلط انت كمان، مو مشكله عادي. ما كل العالم صارت تعرف كل شيء يعني. ميا قالت لهم على فكره كل شيء. انا لا انا هن ميا بدي اياك تجربيها هلا، بس تسكري لايف هيك اكتبي تسريب اسمه نصيب، تطلعي انت اول ناس. بدي اكتبها هلا، استنى. اكتبيها يلا. ها مستحيل، مو انا على فكره. مستحيل اعطيني الاسم لسامي. ايه عملي انا شو قلت لك؟ ها مشان تعرف سيف ما بيكذب عليك. ادم طالع معي كمان. انا ادم كان كيف مستمع. اخذت اللقب من سامي؟ انا مستمع. ادم كان مستمع. انا باسمي ونصيب مستمع ومشاهد، وبلايفاتكم مستمع ومشاهد كمان، ما له علاقه. انت ما بستاهل، انا ما بستاهل. عرفت اي وحده تبع انا ما بستاهل. لك انا قاعد بمزح معك يعني. انا اول وحده. شفتي؟ طلعت اول وحده ولا لا؟ شفتي يا ميام؟ شفتي انه انا ما بكذب عليك؟ ايه بس كلهم عادي احكي هيك طالع الصيت عادي. بس كلهم طالعين على فكره، مو بس انا والله. هلا كلهم طالعين، كلهم بيسربوا، بس انه قديش كانوا يقولوا سامي، قديش كانوا يقولوا سامي يسرب. انت جيتي ما شاء الله فيديوهاتك غرقت سامي. طلعتي منزلين لسامي ولا لا؟ شفتي؟ يا جماعه يا جماعه انا خلوني اروح احسن ما اجيب العيد اكثر. عادي عم تحدث يعني ميا، ليش شو بكي؟ يعني مش مستمتعه بالحديث؟ مستمتعه بس ما بدي، بس مو مستمتعه بالتسريب يعني، ما بدي احكي. لا عم نتحدث نحن، ما بيأثر، التسريبات بيجوا لحالهم. هلا انت كل ما تحكي معها اكثر بيجي تسريبات لحالهم يعني، عادي على رواق. خلص ما رح احكي. عم بمزح معك هلا ولو دغري بتصدقي؟ لا عادي. هيني صار لي قديش بطلع مع ادم ولا مره اعطاني تسريب، ولا مره. ضلني احكي ما بيطلع معي عادي يعني. طيب اعطيني 3 اشخاص او 3 شخصيات عجبوك بالفيلا، اول توب 3 يعني. كأدائهم بالبرنامج ولا شو؟ بيقولوا لك اسمه نصيب 2 بتقول هالإنسان شو؟ ايه أكيد بالأداء. وجدان. يعني أنا اللي بحبهم شيء والأداء شيء، صراحة لك يعني. أنت وش أنا كسيف. ايه أوكي. وجدان شاهيناز علي. أنا بقولها دائما باللايفات. اول اسم هو العشاء، اهم شيء نسمع اول شيء. شكرا. انت قلتي اللي بحبهم انا يعني الاكثر. طبعا هلا فارس وادم بحبهم كثير، بس انه عم تقولي لي التوب 3. انا ما يعني كل انسان ونظرته، كل انسان ونظرته. بالضبط. اوكي كاداء نمبر 1 انا بالنسبه لي اداء احسن من الكل ادم. لا هلا انا ما بعرف. انا قلت لك يا من شوي، لحظه، من شوي مش سالتني وجاوبتك هذا السؤال. وعلى فكره انا سالته هذا السؤال كنت جيست صح للحزب الثاني كمان روح وجاوبتهم هالجواب. بس نسكر اللايف بعطيك $100.
سيف. هلا بيكتبوا لي هذا دفع لك اخواتي رايح على تركيا قريبا. انا يلا يا جماعه خليكم. يا اهلا. يلا وانا كمان. تصبح يلا على وانا خير. كمان. او لا يلا اوكي. بشوفك سيف. يلا حبيبي ميا، انتبه على حالك وضفتك، وان شاء الله بنطلع مع بعض لحالنا. بس ميا شكلها هربت وبلا ضفتني يا معلم. هربت وما ضافتني يا معلم. هلا بحكي له بالخاص انا. اوكي ليك اجت طلعت لحظه، اجت. بنص الحديث طرت. ميا ضفتك طيب. ايه ما انا طرت من نص الحديث. يلا انا لحظه يا جماعه صراحة عن جد يعني. اوكي باي تصبح. باي حبيبي ادم، تصبح.